بس يا جماعة الكاتشب بتحطوا على قد الكمية هتعملوها، يعني 2 كيلو قوطة، نص كوباية سكر، هتشوفوا هتعملوا كمية دي ايه. وبتحطوا نص معلقة بصل باودر، نص معلقة توم باودر، ومعلقة مركز خل، ومعلقة نشا وتضربوها في مية وتحطوها فيه، تحطوها على النار، تفضلوا تقلبوا لغاية ما الكوان بتاعه تقل حلو وخلاص. وخلاص على كده. المستردة تفضلوا في بطرمانات والكاتشب. اتفرجوا بقى على الصوصات دي، لايكات واشتراكات وشير، وشكرا يا حبايبي. مش هعمل لكم كل حاجة. هنا لسه بتغلي، تتقل شوية وهننزلها. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بصوا ده خردل، هعمل مستردة، هطحنه وبعدين هوريكم بعد ما يتطحن هنعمل ايه. هوريكم شوية صوصات كده. المستردة بره غالية جدا، فطبعا في البيت يمكن بأقل من نص الثمن. جبنا الخردل اهو قدامكم وهنطحنه كويس وهوريكم هنعمل ايه. اهو يا جماعة بعد ما اتطحن، بس مرضتش اوريكم الخلاط وبيتطحن عشان الهيصة بيعمل دوشة. اهو يا حبايبي بعد ما اتطحن، بصوا اتطحن ناعم قوي ازاي اهو، ناعم. بعد كده اوريكم بقى احنا وانا بعمل المستردة هوريكم بتعمل ازاي. كده زي ما انتم شايفين، وكل لما تغلي شويه بصوا يا جماعة حطينا ايه، بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين نص كوباية مية عملت بكل سهوله، ما فيهاش اي افتكاسات، ونص معلقة كركم وربع معلقة ربع ونص تبع الكمية ملح ونطحنها في البيت. بس اهم حاجه تكون صوص الخردل الحلوه مش المره. بقلب في القوام وربع معلقة توم باودر بس. وتحطوا بقى الايه الخردل اللي احنا طحناه وطلع زيوت، وكونوا تشتروا خردل حلو مش مر، في مر وفي حلو، تقولوا الحلو بتاع المستردر ده. بس هتحط نص كوباية مية، نص معلقة كركم، نص معلقة ملح، ربع معلقة توم باودر، او نقلب بص ونقلب الخردل بعد ما تضربوه قوي في الخلاط وطلع زيوته في الطحان وطلع الزيوت بتاعته، بتقلبوها في المقادير دي. وبعد كده نحطها على النار. لو هتبقى تقيلة طبعا هتعوز مية، لما تحط على النار تتقل، اما تعوز مية تحط حبة في حبة بس وخلاص كده. بصوا يا جماعة حطيناها على النار، بعد ما حطينا على البارد طحنا الخردل كويس جدا لغايه ما السيوط طلعت منها. خردل مسكر مش حلو يعني، مش المر. حطينا نص كوبايه ميه على البارد، نص معلقه كركم، نص معلقه ملح، ربع معلقه توم باودر، وبعد كده بنحطهم ونقلبهم. لو عايزة مية هتحطوها على النار بقى، حطيتها على النار اهو. لو عايزة مية لقيتها تقيلة بخففها شوية وخلاص، وتفضوها بقى ببطرمانات. بصوا يا جماعة المستردة هنحط نشا، ونحط ربع كوباية خل كده، ونحط ليمون، نص ليمونة، معلقة خل مركز مش نص كوباية، معلقة خل مركز، ومعلقة نشا في شوية مية. وهو بيستوي كده هتحطوا النشا عشان التقل تشوفوا. الرحمن الرحيم. ده الايه المستردة، انا قلت لكم من اولها جيبوا الخردل حلو مش مر،
وتطحنوه كويس في الطحان الخلاط. بعد كده بتجيبوا كوباية مية وتحطوا بقى نص معلقة كركم على نص معلقة ملح بودر وربع معلقة توم باودر ومعلقة نشا وتملها في مية ومعلقة خل مركز ونص ليمونة ونحطهم فيه. ولما يغلي خلاص واستوى تقلوا تشوفوه حلو كده ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي مظبوط. بعد كده بتنزلوه بس. بعد كده تسيبوه ببطرمانات بقى وتاكلوا بالهنا والشفا. طب بس هيشوفوا كده ويفهموا. بصوا يا جماعة انا هعمل كاتشب اهو. عملت لكم المستردة وشفتوها. هعمل كاتشب. حطيت 2 كيلو قوطة، عليهم نص كوباية سكر، عليهم ربع كوباية خل، وعليهم معلقة ملح. وبعدين انتوا البتاع ده القوطة تستوي كويس بيهم وتتسبك خالص وهتشوفها في الآخر. صباح الخير يا جماعة. بصوا يا جماعة انا عملت اللي قدامكم المستردة ووصفتها لكم. وهنا الصوص بتاع المشاوي البني ده الغامق ده بتاع المشاوي ده المشاوي. وده المستردة. وده المستردة. وده الكاتشب. ده الكاتشب. كاتشب يعني الكبير ده الكاتشب. وده مستردة. وده صوص المشاوي. يلا يا حبايبي لايكات بقى واشتراكات وشير.